الفلوس بتدفع او المشاكل مش ظاهره والفريق بيفوز ببطولات او بيكمل في بطولات افريقيا. الاسئله دي انا بسالها لك لان هي دي فعلا الاسئله اللي مجننه جمهور نادي الزمالك. يعني خلينا احنا واقعيين. انا بقى في ناس في جمهور نادي الزمالك خلاص فقدت الامل، واللي ما فقدش الامل بيقول لك ان انا انا بحب الزمالك حتى لو ما خدش بطوله، وخلاص ما اعرفش امتى هياخد بطوله تاني، زيه زي ليفربول، زيه زي ارسنال. يعني لا يقلل من شأن نادي الزمالك، لان في امثله كتيره جدا. احنا شايفين نادي ارسنال بقى له 10 سنين ما خدش بطوله، ليفربول نفس الكلام، اكتر من 10 سنين، اكتر من 10 سنين. بنتكلم على انديه كبيره جدا، وما زالت الجمهور وفي، والجمهور مساند، والجمهور خلف الفريق في كل المباريات وكل شيء. لكن السؤال ليه في النادي الاهلي الدنيا ماشيه متظبطه او ماشيه كويس، والمشاكل دي مواجهانا احنا بس، او مواجهه بقيه الانديه مش نادي الزمالك بس؟ خلينا هاخد من اخر حاجه. احنا بقت مواجهه جميع الانديه. انت دلوقتي لما تيجي تبص في السوق الكوره في مصر، في انديه بقى الماكسيمم بتاع عقودها 500,000 جنيه، نزل بالسقف بتاع اللعيب. ماكسيمم دلوقتي اي لعيب بره الزمالك والاهلي ماكسيمم مليون جنيه بالضرايب. طب دي ممكن ننفذها في نادي الزمالك؟ لا، انا عايز اقول لك ايه، الناس دي بتعمل كده. طب انت دلوقتي لو عملت كده مع عندك اللعيبه، واللعيبه قالت لي انا ماشيه ومشوا مثلا، الناس هيقول لك انت ما حافظتش عليهم، وده نادي زي اللي حصل مثلا مع ابراهيم مع صلاح. ما احنا حاولنا ننزل، ما عندناش مقدم عقد، فهو مش مستحمل فمشي. نفس الكلام صبري رحيل، نفس الكلام مع موندومو والناس دي، ما فلوسها ما قللت، ما بقتش زي الاول. فده يعني على مستوى كل الفرق عملوا كده، بس هم ما عندهمش مشجعين، ما عندهمش القاعده الجماهيريه، ما عندهمش البطولات اللي الزمالك بيلعب فيها، فالناس متقبله. ما عندهمش مشاكل، والاعلام ما فيش ضغوط اعلام، ما فيش دوري شغال، فالناس متقبله لان ده حال البلد. فالنادي الزمالك، جمهور الزمالك عايز احسن لعيبه، وده حقهم، وعايز تدفع لهم فلوسهم كلهم، وده حقهم برضو. بس مش ما اعرفش ليه هو مش يعني طالع بره الدايره اللي احنا ماشيين فيها اللي هي الاقتصاديه. هرجع للنادي الاهلي. انت دلوقتي يا ميدو، انت بتقارن نادي الزمالك بالنادي الاهلي، وده وضع طبيعي انك تقارن اكبر ناديين في مصر، ولكن الظروف الاداريه اللي في نادي الزمالك مختلفه تماما عن الظروف الاداريه في نادي الاهلي. النادي الاهلي ماشي من ايام كابتن صالح سليم، وراه كابتن حسن حمدي نائب، وراه كابتن الخطيب كان امين صندوق، وبعدين كابتن صالح اتوفى، مسك كابتن حسن. نفس المنظومه دي ماسكه استقرار اكتر حوالي 20 سنه. تمام. دعائيا بيكملوا شغل بعض، يعني بيكملوا شغل بعض، ماشيين بنفس السيستم. مفيش حد بيجي، عارف انت لو مثلا انا معايا ماشيين بسيستم بقالنا 7-8 سنين، وجيت انت ميدو بسيستم تاني وانت كويس برضه، بس انت هتحس دايما اللي بيجي ده مش عايز يعمل نفس السيستم عشان ما يتقالش، فممكن يحصل لخبطه. هم ما عندهمش الحكايه دي. هم وصلوا لمرحله من التسويق ان وصل ل 160 مليون جنيه باين، هي كانت قبل الثوره دي. حتى واحنا كنا بنكسب من 99 ل 2004، احنا ما وصلناش ان احنا نوصل احسن من الاهلي، مع ان احنا كنا بنكسب كل حاجه، بس تسويقيا ما كناش بنوصل زي الاهلي، لان دايما الاهلي احسن منك في التسويق، على الرغم ان احنا ساعتها كنا احنا مثلا احسن، وكسبنا افريقيا وكسبنا الدوري 3 سنين ورا بعض، لكن تسويقيا ما كان هم ياخدوا اكتر منك. فدي مش حاجه يعني، مش مقياس، مش مقياس ان هم احسن منك فبياخدوا تسويق اكتر منك، لكن هم عندهم النو هاو ان هم يجيبوا فلوس كتير عنك في الحته دي، من بقى خلال وكاله الاهرام، من خلال يعني الشغل. مش عايزين يعني، ما بحبش اخش في الناس كتير يعني. ف ده على مدار ال10 سنين اللي فاتت مثلا، او ال20 سنه اللي فاتت. ففي عندهم دايما ما عندهمش مشاكل ماديه، لان عندهم دايما رعايه في ظهرهم كويسه. عملوا نادي مدينه نصر ده، فبالتالي اعضاء لهم عدد اعضاء اكبر، دول حوالي 100 وشويه الف. ده رقم، فنسبه اشتراكات اعلى، بتدخلك على الاقل كل سنه يعني. احنا مثلا حاجه و40 الف، بتدخل لنا 18. تخيل هم 140 مثلا او 100 وشويه، حوالي 3 اضعاف. طب احنا ايه مشكلتنا في الفرع الثاني اللي احنا كنا نفتحه في 6 اكتوبر؟ الفرع الثاني ده محتاج فلوس. دفعنا القسط الاخير، دفعنا مش القسط الاخير، دفعنا يعني اخر حاجه. بس دي برضو خلينا نخش معاك في حاجه ثانيه. ليه الحكومه تيجي تقول لك لو ما دفعتش هسحب منك الارض، وهي عارفه ان انت بتواجه ازمات، وعارف ان انت نادي مش لا تهدف للربح، انت نادي اجتماعي يعني، نادي مش حكومي، نادي تبع وزاره، تطلع منه كسبان فلوس اللي احطها في جيبي كحازم يعني. فدي برضو قعدنا نتكلم معاها مع العام في وزير الرياضه، يحطوها في قانون الرياضه يا جماعه. لازم المعاملات مع الضرائب والهيئات الحكوميه تختلف مع الانديه الشعبيه، لان انا لا اهدف للربح، انا مش مسقع الارض عشان ابيعها بعد كده ب50 زياده مثلا 200 مليون جنيه. انا معيش يعني مثلا يجي عليك لو ما دفعتش دلوقتي هسحب منك الارض، لو الضرائب بتاعتي ما تسددش هحجز على النادي. هو عارف ان انت ما عندكش دخل. طب انت بتدخلني في ضغط، تخليني مثلا جاي لي 2 مليون جنيه النهارده، بدل ما ادفعهم في اللعب وفي اللاعبات يعني، وادفعهم على الاعضاء،
لازم ادفع لحسن هتتسحب مني الارض، لازم ادفع عشان الضرايب هتيجي تحجز عليا يبقى شكلي وحش، ويقعدوا يقولوا لي في الجرايد انت اتحجز عليك ودي مصيبه وبتاع. دي برضه مشكله يعني، لازم يقننوها بشكل كبير، ان الانديه اللي بتعمل الحاجات دي اللي هي ما انت بتعمل نادي ده يعني ايه؟ يعني بتعمل قاعده شبابيه كبيره جدا، بتحمل على الشباب بتاعك انه ينحرف، انه بيلعب وبيمارس اهداف اجتماعيه يعني. تاخد ان يعني انت بتعمل حاجه يعني تسمو بالشباب يعني. فده طبعا بيحطك تحت ضغط على طول. احنا نرجع بس للنادي الاهلي تاني في الموضوع ده ميت. لما اجي مثلا هتكلم انا على الفتره اللي انا فيها، اللي انا جيت مثلا من 2009 اللي احنا فيها دي، يعني عشان ما انت مثلا احنا جينا في 2009 لقينا الناحيه الثانيه عاملين كانوا عقد لسه ب 160 مليون جنيه، واحنا عملنا تقريبا ب 18 او حاجه كده.